بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناتي الاكلات السريعه مع مطبخ ماما. هنعمل بسكوت، كل سنه وانتم طيبين. آه، شوفوا لونه حلو ازاي. والله حبه بسكوت زي العسل. لو عملته بالطريقه دي هيعجبكم والله بالمقادير دي. بصوا لونه جميل ازاي. البسكوته من جوه زي بره. لونه من جوه زي بره. ده من التسويه. نسمي الله ونبدأ. معايا كيلو 50 جرام سمنة. حرارة المطبخ انا ما حطيتهاش في التلاجة. لما بحطها في التلاجة بحسها ما بتبقاش حلوة، مش ماشية في المضرب. فانا سبتها بره وضفت عليهم بقى السكر منخول 960 جرام. لازم السكر يبقى منخول، سكر بودرة طبعا. نقلبهم كويس عشان السكر ما يبحترش حوالينا. نضرب بقى لحد ما لونه يبقى فاتح. لونه يبقى فاتح وهاشش كده، بيدي بقى، ده بيدي الهشاشان ده بيطلع لك بسكوتة حلوة. معايا البيض، 9 بيضات على الكيلو، 3 بيضات وعليهم الفانيليا. نضيف بقى بيضة بيضة. المقادير هنسوها في صندوق الوصف. ده من غير نشادر. انا عاملة قبل كده كيلو بالنشادر، موجود في القناة لو اللي حابب يشوفه يعني. البسكوت ده من غير نشادر يا جماعة. بعد اخر بيضة ما تختفي هنضيف اللبن. معايا كوباية ونص لبن، لكل كيلو نص كوباية. هنضيف اللبن يتقلب معاه بس لحد ما يختفي وخلاص.3 كيلو دقيق عليهم باكوين بيكنج باودر، وتقلبوا كويس، وذرة ملح. تقلبوا كويس. انا هنا بنقص الدقيق عشان اضيف الخليط على العجانة الكبيرة. يعني انا حاطة الدقيق في العجانة الكبيرة عشان اعرف اعجن. نقص الدقيق هنحطه واحدة واحدة بقى. نلم مش نعجن، ونضيف الدقيق اللي انا شلته واحدة واحدة برضو. نلم مش نعجن. يعني بقت عجينة حلوة وناعمة ومفرولة. هي لازم تبقى عجينة البسكوت مفرولة كده عشان تطلع كويسة في المكنة. حط ايدينا تحت البسكوتة عشان تعرفي تطلعي بسكوتة حلوة مظبوطة، ما تبقاش خفيفة.
درجة الحرارة 140. انا عاملاه على درجة حرارة 140 يا جماعة. في ناس بتسوي البسكوت على درجة حرارة عالية، بيطلع بسكوت فاتح وتشغل عليه الشواية. لا، هو تخلي درجة الحرارة اقل حاجة، تديكي بسكوتة حلوة وناشفة ومقرمشة، وبسكوتة لونها من جوه زي بره. ده بعد ما خرج بص لونه حلو ازاي، وطعمه تحفة. الفاتح بحسه مش بيطلع حلو، ولازم نعبيه بقى في علبة، وفي قلب العلبة كيس عشان ما ينديش. لو عجبكم الفيديو بقى متنسونيش في لايك واشتراك القناة. السلام عليكم.